أهلا وسهلا فيكم بمطبخ نسرين. أكلتنا لليوم هي أرتشوكي. راح نساوي 6 حبات من الأرتشوكي. أنا غاسلتن وغاليتن تقريبا شي 5 دقايق أو 7 دقايق، وبعدين مصفايتن وعم نشفن. هلا عم جهزن لمرحلة القلي. عندي للحشوة مقاديرنا للحشوة: 500 جرام لحمة أي نوع بيمشي الحال، وكوبين بازيلا مفرزة، كوب جزر فرمته فرم ناعم، وعندي بصلتين وسط كمان فارمتهم فرم ناعم. هلا أنا الصوص عندي 5 حبات بندورة، فارمتهم بمحضرة الطعام بهذا الشكل، وعندي 2 توم هارستون، ومعلقة ملح صغيرة، ويمكن نحتاج أكتر. عندي معلقتين سمنة، أو إذا بدنا نحط زيت نباتي أو سمنة نباتية يعني ما بتفرق. زنجبيل، 7 بهارات، وفلفل أسود. طبعا من كل واحد معلقة صغيرة معلقة صغيرة. عندي معلقتين طعام دبس بندورة، هي مشان الصوص. من هلا ننتقل لمرحلة القلي. هلا أنا رح أقليهم، بس بدي أقليهم يعني للشقار، ولازم نقلب فيهم مشان ياخدوا نفس اللون من تحت ومن فوق. هلا أنا مقلي البصلة. طبعا أنا ضفت السمنة وعم قلي البصلة لحتى تدبل معي. رح سقط الجزر. الجزر ما بده استوى كتير كمان، لأنه مقطع مفروم فرم ناعم، فما بياخد وقت. هلأ بعد ما دبلت معي الجزرة رح ننزل اللحمة. طبعا أنا اللحمة عندي هون تقريبا يعني أكتر من نص كيلو، فأنا رح نزل هلأ النص كيلو اللي حكيت عنه بالمقادير. هلأ بعد ما دبلت معي اللحمة أنا رح نزل من كل نوع من البهارات نص نص، يعني نص 7 بهارات ونص فلفل ونص زنجبيل، لأنه كمان بدي أحط أنا مع الصوص. هلا نزلت البازيلا، خليتها لآخر شي مشان ما تسود معي. هلا رح نقيمها للبازيلا للحشوة مشان نخلي السمنة اللي بقياني بالطنجرة وأقلب فيهن يعني الصوص مشان تاخد من نفس النكهة. طبعا هلا رح نزل الثوم مشان لما تتعقد البندورة يكونوا كلياتهم اخذين من نفس النكهة. دبس البندورة معلقتين. هلا رح نضيف الحشوة على الحبات بعد ما انقلوا وصفيتهم من الزيت. رح هلا احشيهم واحاول نضغط شوي مشان ما توقع معنا اللحمة اللي برا، تفرط لبرا. هي رحنا حنحط بيناتهم، بس يعني انه هاي مشان انه الحبة تضل ان الحشوة بقلبها. انا الصوص حبيت حطه بين الحبات. هلا في عالم بتحط الصوص بعدين بتحط الحبة ارتشوكي، ما في مشكلة، ما بيأثر، يعني نفس الشي كله. وراح اضيف انا فوق الصوص كمان من الحشوة، لانه مع الرز هي جنبها، يعني فيكي انه تخلطي من الصوص كمان مع الرز، بيعطي طعم كتير طيبة. هلا رح ندخلها للفرن تقريبا شي 5 دقايق بس، مو اكتر. وهلا ان شاء الله الف الف صحة يا رب، وان شاء الله تكون طريقتي عجبتكم ونالت رضاكم، وجربوها لحتى تحكموا علينا.